السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. اليوم عندنا برنامج اسمه USB يوتل. هذا البرنامج شغله انه هو تنزيل الالعاب بلاي ستيشن على الفلاش الميموري. والان ندخل نشرح عن البرنامج اللي اسمه USB. نفتح البرنامج، هنا نضغط كنسل، نجي على الفايل. عندك هاي الخيارات. اول خيار Open Game Last. هذا الOpen Game Last يعني الالعاب اللي انت خازنها بالجهاز مالتك. يعني مثلا عندك هسه العاب بملف الدي، تريد تنزلها على الفلاش الميموري مالتك. اللعبه باي مكان حافظها، تجي تختارها، تسوي لها لود وتخليها بالجهه المقابله للفلاش ميموري. هاي الصيغه الاولى واضحة عندكم هسه. عندنا ثاني خيار اللي هو Open ISO. هذا الخيار انه هو يكشف لك الملفات الايزو اللي هي موجودة بالفلاش الميموري او بالجهاز الحاسبة يعني مالتك. وعندك الخيار الثالث هذا Create Game for ISO، يعني يقول لك اضافة العاب ISO للفلاش ميموري. هم نفس الطريقة سهلة، يعني هم إضافة وتدور على المكان الحفظ وتحفظه بالجهة الثانية المقابلة هي الفلاش الميموري. وبالنسبة هذا الخيار الرابع اللي هو Create Game ISO for CD DVD، يعني هذا أقراص الدي في دي أو CD. إذا عندك كان قرص دي في دي أو CD هو مال اللعبة وتريد تنزلها على الفلاش ميموري، تخلي القرص بالحاسبة وتختار هذا الخيار اللي هو CD and DVD وتسوي لك Create وتنزله على الفلاش ميموري. هذا أسهل طريقة هي تنزيل الألعاب على البلاي ستيشن 2. أما عندك إذا كان طريقة تكشف الألعاب، يعني تريد تدخل على القائمة مال الألعاب تشوف الألعاب اللي موجودة عندك، تجي هنا نفس هذا الطريقة مال Open Game Last وتروح على مكان الفلاش الميموري. عرفت شلون؟ فلاش الميموري تضغط عليه وتقول له لود، راح يحمل لك هنايا الألعاب بالبرنامج. خوش، وصلت الفكرة مو ان شاء الله شباب؟ سهل.